نصف نهائي العالم، نصف نهائي العالم. ولك أن تتخيل، لك أن تتخيل العرب في نصف نهائي العالم هنا في قطر في مونديال العرب. الكرة بتتكلم عربي. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، متابعي قنوات الكاس أينما كنتم، مرحبا بكم هنا في موعد حلم عربي جديد من خلال التواجد الأول والتاريخي للعرب في الدور ربع النهائي، هنا بحضور منتخب المغرب في مواجهة المنتخب المغربي، المغرب التي فتحت آمال وأبواب الأدوار المتقدمة ورسمت الكثير والكثير من الأحلام للعرب من أجل الوصول إلى أدوار متقدمة في هذه البطولة، ومن أجل العبور بنا من واقع الأحلام إلى أرض الواقع ولتحقيق هذا الحلم. أسود الأطلس في مباراة اليوم يبحثون بكل تأكيد عن مواصلة المشوار ويرفعون راية العرب والمغرب من ترابك، من ماء الجزاء. ياسين في التوقيت المناسب المغربي من خلال مباراة اليوم، مباراة يقودها تحكيميا الحكم الأرجنتيني فاكو في اللقاء الثالث تاريخيا ما بين المنتخبين بمحاولة راسية. اوه يا نصيري، اوه يا إبعاد، تسديدة بعد ذلك والتصدي موجود والمحاولة لا زالت مستمرة والإبعاد في سدده بالقدم اليسرى من حكيم، لكن إلى خارج البرتغالي من خلال إحداث هذا اللقاء. كرة بصافرة وخطأ لمصلحة البرتغال داخل منطقة الجزاء. طالت نعم، تأهل على حساب البرازيل، وثانيا الأرجنتين تأهلت على حساب هولندا. كرة بمرور مثالي جدا راسية من يوسف نصيري، حذر والخوف ياسين. التحام جهة اليسرى، عرضية ملعوبة راسية، لا 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 استمر تسديدة خطيرة جدا كرة جواو فيليكس لرافائيل جريرو، تسديدة قوية جاءت من جواو فيليكس إلى خارج أرضية الملعب، هدف والتسديدة تأتي في أحضان ديوغو، عرضية داخل منطقة الجزاء. مغرب العز بين الأمم، مغرب الله. حاول تعود في الجانب المقابل، اصطدمت في العارضة، ساند حكيم يسقط الآن. صافرة موجودة وخطأ، صافرة موجودة منطقة الجزاء ملعوبة داخل المنطقة راسية، جوله. يا الله يا الله، مرت الكرة بين اللاعب البرتغالي والقائد بيبي، وبعد ذلك محاولة ملعوبة، لكن أيضا ياسين بونو هو الآخر يترك أرضية الميدان، والتبديلات بدخول جواو كانسيلو مصابا في هذه الأثناء، ونايف كيرد اللاعب الذي يغيب بسقط الجزاء. ياسين في التوقيت المناسب، بونو يتصدى للمحاولات الماضية، هذه كرة برونو مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج إمرارية هدف التقدم. كرة بمحاولة، حذر يا شباب، الحذر، لاعب يترك وحيدا في منطقة خطيرة ملعوبة ياسين. برافو التبديلات، مين زياش يترك أرضية الملعب، وبوخلان زكى زالت قائمة، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد في التوقيت المناسب. هذا هو الأسلوب الذي سيعتمد فيما تبقى من أحداث. زالت مستمرة وقائمة خطيرة، تسديدة تأتي
بطل يا ياسين. اسمة شديرة، نعم وليد متسللة، خليها يا وليد. البحث عن المرتد الآن، صفر يا حكم، صفر. نعم صافرة موجودة وخطأ لمصلحة المنتخب المغربي. إخوتي هيا للعلا سعيا، ألم يتغنى المغاربة في لا 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 لا. المقابل ياسين، ياسين يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل يا ياسين. والله جزاء راسية إلى خارج أرضية الملعب من بيبي. مر صفر 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 للتاريخ، لكبرياء العرب، لكبرياء العرب ولأحلام تحولت إلى أرض الواقع. الله يا مغرب، الله الله يا مغرب، الله.